وأحمد الله رب العالمين إليكم ومعكم، وأصلي وأسلم معكم على حامل لوائنا وإمام ركبنا وقائد جمعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل أن نغادر تركيا واسمه ده وابو وصفي ابو زيد، فإن لي عتابا رقيقا إلى ابني وصديقي وزميلي الشيخ عصام تلين. مش عارف انت بتقعد مع الولد ده كتير يا عصام، مع اسمه ده وصف ابو زيد. عصام اول امبارح كان له حلقه بيتكلم على اللي اسمه ده المسح على الجورب. ماشي عصام، رجاء ابوس ايدك ابوس دماغك في سبيل صيانه ديني، ما عادش لك دعوه بالفتاوى يا عصام. عصام اول مره في التاريخ الاقي واحد يروح للمجرم اللي اسمه ابن عربي ويستشهد بكلام منه على جواز المسح على الجورب الرقيق. طول عمري يا عصام انا اتكلمت قبل كده في المجرم ده يا عصام يا حبيبي، اقول ايه في فرق يا حبيبي بين ابن العربي صاحب احكام القرآن، ولو انك قلت صاحب احكام القرآن كنت اتكلم بهدوء معك، انما انت جايب لي الفتوحات المكية وتنقل منها لانك مالكش في الفقه يا عصام. انت كويس في الشأن العام، بس يا اخي اعمل معروف. الواد المجرم ده الامام الذهبي بيقول في ابن عربي، يؤسفني اقول لك ما دام بتقلل منه معتقد بيه يبقى شيخك، وما عدناك هكذا يا عصام. بيقول ايه الامام الذهبي بينقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام في ابن العربي، بيقول شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا، زي الكلب ده اللي اسمه بتاع وصفي اما بيسقط الاخلاق، ما هو كلهم في ديدا واحد. لا يحرم فرجا حتى فرج امه. هكذا بيقول هكذا حدثني شيخنا ابن تيمية الحراني به عن جماعة حدثوه عن شيخنا ابن دقيق العيد أنه سمع الشيخ عز الدين يقول ذلك، وحدثني بذلك المقاتلي ونقلته من خط أبي الفتح بن سيد الناس أنه سمعه من ابن دقيق العيد. بيقول الإمام الذهبي يا عصام كان سكرتير في الجبهة هنا، وعصام هو أول بيقولوا لي اكتب وما تكتبش، كان السكرتير بتاعنا الجبهة وشايل الجبهة. الشيخ يوسف شيخنا طلب نسخة من ملف حسن حنفي ادته، فطيروا حسن حنفي إلى قطر من غير حتى ما يرجع لي هو ولا الشيخ يوسف. مش كده يا عصام؟ بيقول ايه الإمام الذهبي في ابن تيمية؟ ولو رأى كلامه هذا لحكم بكفره. ايه كلامه ده؟ ما بيتكلم على ربنا جل جلاله، ده في جزء 14 277 يا عصام، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام يا عصام. لأنك مالكش في الرجال، علم الرجال يعني. خليك يا ابني في الشأن العام.
انما يعني تدلس على الناس وتقول ابن الفقيه المالكي ده ما هوش ده الشيطان. الشيطان معتمد استاذا له يا حبيبي. المجرم ده بيقول ايه؟ فيحمدني واحمده، بيتكلم على ربنا جل جلاله، بيقول الى ان قال وقالوا لا تذرن الهتكم، قال فانهم اذا تركوهم جاهلوا من الحق، يعني تمسكوا بود وسواع لانه دول اللي هيوصلوكم للحق. شوف نقيض مراد الايه في سوره نوح، فانهم اذا تركوهم جاهلوا من الحق على قدر ما تركوا. كلام حسن حنفي نفسه. من هؤلاء فان للحق، اسمع يا عصام، في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله من المحمديين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، فالعالم يعلم من عبد وفي اي صورة ظهر حتى عبد. ما كلام الواد المجرم ده اللي هو يسري، حتى عبد، وان التفريق والكثرة كالاعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود. فاهم يا عصام؟ ده كلام المجرم بتاعك شيخك. بعد الشيخ يوسف القرضاوي يبقى شيخك ابن عربي يا عصام. إلى أن قال في قوله تعالى مما خطيئاتهم، أي فهي التي خطت بهم. الخطيئة يعني نقلتهم إلى الملأ الأعلى، فغرقوا في بحار العلم بالله وهو الحيرة، فأدخلوا نارا في عين الماء في المحمدتين. وإذا البحار سجرت سجرت التنور سجرت التنور إذ أوقدته فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد. فلو أخرجهم إلى السيف، سيف الطبيعة، ذا بيقول يعني الساحل، لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة. وإن كان الكل لله وبالله بل هو الله. الكل هو الله. مش ده نفس كلام المجرم حسن حنفي؟ وإن كان الكل لله وبالله بل هو الله. وقال في قوله تعالى يا أبت افعل ما تؤمر، قال فالولد عين أبيه فما رأى يذبح سوى نفسه وفداه بذبح عظيم، فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان، لا بل بحكم ولد من هو عين الوالد، وخلق منها زوجها فما نكح سوى نفسه. عصام بيتكلم على ربنا بيقول فما نكح سوى نفسه، فمنه الصاحبة والولد والأمر واحد في العدد. قال فيحمدني